السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وش ذا الزين وش ذا الزين، ما شاء الله تبارك الله. موضوعنا مهم جدا لأنه يتعلق بسبب من أسباب حياتنا، الماء. الله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. 70% من جسم الإنسان ماء. المشكلة اللي بتكلم لكم عنها وش نشرب اليوم. طبعا الموضوع هذا رجعت لكم فيه لأبحاث مختصين وكيميائيين وأطباء وخبراء في الماء يأكدون لنا أنه أسوأ ما تشربونه من الماء هو اللي نشتريه بفلوسنا. للأسف هذه المياه يسمونها مياه صحية، وهي من أسوأ المياه، حتى لو كانت من المياه الجيدة، حتى لو كانت تجيك من جبال الألب الفرنسية. طبعا ما أبغى أبالغ أقول المياه هذه ضارة واللي بيشربها بيجي مرض، لا، إذا خلت من البرومات الزايدة والكلور نقول يعني ما فيها ضرر، لكن للأسف قليلة النفع. أجل وش نشرب؟ أجل أفضل خيار لماء الشرب هو ماء الخدمات الحكومية اللي تجيك لبيتك، لكن تنقيه وتفلتره بسبب اختلاطه في المواسير أو الخزانات. مع كذا دلت الأبحاث، بحث الدكتور علي كيالي وغيره، أن الماء إذا ضغط في المواسير أنه يفقد كثير من تركيبته وطاقته الحيوية، بعضهم يسميه ماء ميت. طيب وش الحل؟ الحل في الحبيب هذا. جرب العلماء عدة مواد وجدوا أفضل مادة يحفظ فيها الماء وتعيد له طاقته الحيوية الفخار أو الطين. سبحان الله، وجد أن الماء إذا وضع في الفخار نصف ساعة اكتسب طاقة حيوية ويتحول إلى القلوية بشكل أكثر ويكون مفيد للإنسان. أما بالنسبة للتجارب فأنا أحتفظ بتجارب الكثير ممن جربوا ماء الزير ويثنون على فائدته لأجسامهم، بل بعضهم ذكر أنه يشفي من بعض الأمراض، والله أعلم. يبقى الكلام كيف أشتري زير. الزير أنواع، فيه مدني ومكي وكشميري وبحريني وإيراني وباكستاني. وتذكرون أمس أنا أخذتكم في جولة لسوق الفخار في جنوب الرياض، أول طريق ديراب، وقلت لكم أنه أفضل شيء المدني والمكي، وأنا شريت المدني يوصون فيه. أنا أخذت الله يحفظكم هالزير المزيون اللي تشوفونه، قولوا ما شاء الله تبارك الله. طبعا هو يجي مصمت ويسوي لك خرم هنا ويسوي لك بزبوزة وصنبور، ولاحظ لا يحط لحام، يستخدم الصنبور اللي يفر ويتثبت مكانه تلقائيا. وأخذت طبعا الدلو هذا لأنه الزير لازم يندي، لازم من التندية. وأخذت أيضا مع الزير يا جماعة الخير، هذه جميلة للغرف، أخذت هذه الجرة، إنها جرة يا فتى، حطيتها هنا عشان التندية. أما الطعم يا جماعة الخير فما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله بسم الله، جميل. نسيت أقول لكم شيء مهم، اللي بيشتري زير أو فخار يتأكد أنه طين خالص وطين جيد، مدينة مكة، ولا يكون فيه جبس أبيض لأنه يكون ضار مو بصحي. الله يحفظكم. لو سألتوني وش هو أفضل ماء نشرب على وجه الأرض بلا تردد بنقول زمزم، طعام وطعم وشفاء وسقم. وإذا حطيت زمزم في هالجرة في الفخار يا سلام يا سلام. البحوث على زمزم من المسلمين وغير المسلمين كثيرة. الأسبوع الماضي كنت طالع بحث لأحد الباحثين الغرب يقول لو استطاع الإنسان يشرب كل يوم